دلوقتي أنا عايز أكلمك على حاجة معينة. لما أنت تيجي تختار مشروع معين، إذا كان في أي مكان، عاصمة، تجمع، أو أي مكان في مصر، لازم يكون في معايير معينة تهتم بيها وأنت بتختار المشروع بتاعك. أول حاجة الهيستوري بتاع الشركة، لازم تشوف سابقة أعمالها، لازم تطمن تعرف العملاء السابقين استلموا في المواعيد، هل المواصفات التسليم اللي اتفقوا عليها في العقد هي نفس المواصفات اللي هم استلموا بيها. دي واحد. رقم 2 اللوكيشن المشروع. لوكيشن المشروع لازم يكون في موقع مميز جدا، يبقى على شوارع رئيسيه عشان الترافيك والتشغيل، او قدام لاند مارك بحيث ان هو يتوصف عليه. ثالث نقطه البارتنرز، مهمين جدا في اي مشروع. مين الاستشاري الهندسي؟ مين شركه الاداره والتشغيل؟ مين اللي هيبني؟ هل الشركه نفسها المطوره هي اللي هتبني ولا جايبه شركه تانية هي اللي بتبني لها؟ النقطة الرابعة المساحات والأسعار. لازم يكون في مساحات متنوعة بحيث ان انت تقدر تختار المشروع بتاعك والوحدة بتاعتك ما تكون مناسبة للبادجت بتاعتك. مساحة كل ما كانت صغيرة البادجت بتقل، وكل ما كانت كبيرة البادجت بتزيد. فلما يكون في متنوع مساحات في المشروع بتدي لك أريحية في اختيارك. النقطة الخامسة لازم يكون في عقد بيضمن لك كل المعايير اللي احنا اتكلمنا عنها دي، زي مثلا لو شركة التطوير العقاري اتأخرت في تسليم المشروع، ايه الغرامات اللي هي بتدفعها للعملاء بتوعها؟ او لو شركة الإدارة والتشغيل ما شغلتش في الميعاد المتفق عليه، ايه الغرامات اللي هي هتدفعها؟ ثالث حاجة ودي مهمة جدا، ايه اللي يضمن حق حضرتك ان انت لو تعثرت في خلال مدة الاقساط بتاعتك، هل بيتفسخ العقد او مثلا بيكون في غرامة مجحفة على حضرتك، ولا في بند حماية ليك زي بند التعثر؟